بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاكم دكتور أيمن مرسي زي ما وعدتكم في الجروب أو زي معظم الناس اختاروا في الاستفتاء إن احنا هنتكلم النهاردة عن الهيكابس أو الزغطة. وطبعا دي من الشكاوى المتكررة في العيادة أو حتى في الاستشارات العابرة. ممكن حد يتصل بيك من قرايبك ولا حاجة يقول لك يا دكتور أنا عندي زغطة مزعجة جدا، إزاي أتعامل معاها؟ خلينا نتفق إن بالنسبة للزغطة معظم الناس اللي بيجي لها زغطة مدة أقل من 48 ساعة نادرا ما بيكون أسباب لا قدر الله خطيرة ولا حاجة، لكن مشكلتنا لما هي بتطول، وهنتكلم على بعض الانفستيجيشن وبعض الديفريشن دايجنوزس. تمام. الضغوطة بصفة عامة بيحصل نتيجة إن بيكون في انفولانتري اسبازموتيك كونتراكشن للديافرام، الحجاب الحاجز بطريقة أو بأخرى، وهنتكلم على الأسباب دلوقتي. بيحصل له كونتراكشن فبيحصل بقى موضوع الضغوطة المتكررة. وزي ما احنا قلنا معظم الاسباب اللي هي بتكون اقل من 48 ساعة دي حاجات بتبقى غالبا ان شاء الله ما فيش اي مشكلة، الا لو مصاحبة لاعراض تانية زي ما هنتكلم كمان شوية. احنا بنقلق لو الموضوع طول فوق 48 ساعة. طبعا اشهر الاسباب اللي احنا بنشوفها عادة يوميا بتبقى مشاكل جي اي تي، اشهرها الجيرد. والبيشنت بيكون مع الضغوطة دي حموضة، حرقان، او عنده هيستوري اصلا قوي للجيرد. الاوفر ايتنج، واحد لخبط في الاكل شويه، زود في الاكل شويه، برضو دوت من الاسباب. الديستنشن في السمك، وده طبعا ناتج عن الاوفر ايتنج. النقطه الثانيه اسباب نيورولوجيكال، وطبعا معظمها بيكون خطيره، والشائع ساعتها او المشكله الرئيسيه الصراحه ساعتها الضغوطه موجوده، بس بيكون مصحوب مع حاجات تانية زي حالات الاستروك، برين تيومر، حالات الام اس، حالات لا قدر الله التروماتيك برين انجري. كل الحاجات ديت من ضمن الاعراض بتاعتها ممكن يجي معاها زغطه او هيكب. تمام. ريسبيراتوري كوزز زي نيمونيا، بالمونري امبوليزم، ازمه، برونكايتس. اسباب ميتابوليك اشهرها اليوريميا، ودي الصراحه دي شائعه. يعني دايما هتلاقي دايما اي حاله متكرر معاها موضوع الضغوطه بدرجه مزعجه او زود 48 ساعه، من ضمن الحاجات لو مفيش اعراض واضحه ان احنا نطلب اليوريا والكرياتينين. ليه؟ لان احيانا وجود اليوريا بصوره عامه او بصوره عاليه في الدم دوت ساعات بيعمل اريتيشن للفريك نيرف، فدوت بيكون سبب في الكونتراكشن او الانقباضات اللي بتحصل في الحجاب الحاجز، وبالتالي بيؤدي الى الضغوطه. عشان كده من ضمن الانفستيجيشن ان احنا بنطلبها بيبقى اليوريا والكريات لاستبعاد اي رينال كوزس. وبرضه بنطلب الصراحه ال تي، بنتكلم في حالات الكرونيك، مش اي حد عنده ضغوطه اكيوت والهيستور واضح بالنسبه لي ان هو ملخبط في الاكل والدنيا عندي باين قوي ان هي جي اي تي، بطلب الانفستيجيشن دي. لا، احنا الانفستيجيشن دي بنطلبها لو الموضوع بقى بيأثر على اللايف ستايل او مصاحب معاه اعراض اخرى او مطول اكتر من 48 ساعه. لكن الحاجات اللي 6 ل 8 ساعات دي هنتكلم على الهيلث اديوكيشن بتاعها. الانكزايتي والستريس هل ممكن يكونوا احيانا سبب؟ هقول لك احيانا ممكن يكونوا سبب. المننجايتس والكلام ده، بس الصراحه زي ما قلت لك الحاجات دي بيكون مصحوب معاها اعراض تانية. 95% تقريبا او اكتر من الحالات اللي احنا بنشوفها يوميا في العياده هي حالات ضغوطه هنتعامل معاها كالاتي. اول حاجه بالنسبه للضغوطه اللي هي عاده بتجيلنا والمده اقل من 48 ساعه، الهيلث اديوكيشن ايه والميديكيشن ايه، عشان احنا اتفقنا الفيديو ان شاء الله ما يزيدش عن 5 أو 7 دقايق. رقم واحد ان هو يحاول يحبس نفسه من 5 ل 10 ثواني وبعد كده يتنفس، وبعد كده يحبس نفسه من 5 ل 10 ثواني بعد كده يتنفس. دي احد الوسائل. رقم 2 فالزالفا مانوفر، دوت ممكن ان احنا نستعين بيه احيانا، وان كان مش كل المرضى بيكونوا على درايه بيه. رقم 2 موضوع ان هو يجيب ليمونه مثلا، قطعه ليمونه مزه شويه، ويحاول ان هي ياكلها او يمضخها، طبعا لو المريض يقدر يتعامل مع النقطه دي. رقم 3 ان هو ممكن مثلا يجيب معلقه سكر مثلا على لسانه، احيانا الموضوع دوت بيفيد. دي طبعا كلها كهيلثي اديوكيشن في الحالات البسيطه، سواء البيشنت عملها او احيانا بتساعد واحيانا الصراحه ما بتساعدش. طيب يا دكتور والله الكلام ده كله عملناه، او احنا لا الموضوع شديد ومؤثر على المريض ومزعج للمريض، وخصوصا ان الضغوطه احيانا بتبقى عند بعض الناس 4 مرات في الدقيقه، وبعض الناس بتوصل ل60 مره في الدقيقه. الموضوع بيبقى مزعج جدا والمريض بينزعج جدا. فبالتالي الروشتة بتاعتنا ايه؟ اول حاجه حابين نعرف ان اكتر دواء بيعمل ضغوطه مش بيعالج الضغوطه موضوع الديكساميثاسون. شائع جدا، كنا بنشوفها كتير ايام او دكاتره الشيست بالذات اللي بتشتغل بالديكساميثاسون كتير، وخصوصا ايام كورونا.
الديكساميثازون هو الراعي الرسمي للزغطة عند كتير من المرضى. كتير جدا من المرضى نتيجة ان هو خد امبول ديكساميثازون لاي سبب من الاسباب. الديكساميثازون من اكتر الحاجات اللي بتعمل زغطة، فخلي بالك لما يجي لك بيشنت انت مديله ديكساميثازون وعنده زغطة، غالبا ده بيكون بسبب الديكساميثازون. فدي اول نقطة عشان ما ننساش نقولها. بالنسبة للروشتة بتاعتي، محتاج ان انا ادي حاجة بروكاينيتك زي الميتيكلوبروميد اللي هو بريمبران تابلت، بيتاخد 3 مرات يوميا قبل الاكل بنص ساعه. المتوسط بتاعي من 5 ل 7 ايام. الحالات السيفير ممكن ادي انجكشن. الاكسبرامينال مانيفستيشن بتحصل اكتر في الاطفال يعني، وان كانت ممكن تحصل في الادلت، خلي بالك. خلينا في التابلت امن، بناخده 3 مرات يوميا. يبقى اذا الروشته بتاعتي رقم 1 بريمبران 3 مرات يوميا قبل الاكل بنص ساعه. تمام. رقم 2 كلوروبرومازين اللي هو اسمه التجاري نيورازين. نيورازين في منه تركيز 25 وفي تركيز 100. امبراكتس بنشتغل بال25 قرص القرصين من مرتين ل3 مرات يوميا لمدة يومين. لو اضطريت اليوم الثالث بفهم المريض ان ساعات بيعمل ديزنس، ساعات بيعمل هايبوتينيا، ساعات بيعمل ديزنس. المريض يكون جسمه دايخ شويه، او بيحس ان جسمه سايب شويه. ديزنس يحس ان هو دايخ شويه، فبفهمه السايد افكت. تمام. ليه؟ لانك ممكن تديله 100 مره واحده، المريض السايد افكت الزغطه هتقف غالبا، بس هيخش في سايد افكت تاني خالص، خصوصا لو طالب او موظف او حد بيسوق. فبالتالي ببدا بجرعه بسيطه اللي هو نيورازين 25 من قرص لقرصين من مرتين ل3 مرات يومين لمده يومين. طب يا دكتور الزغطه راحت بعد اول يوم، هل اجباري ان انا اكمل يومين و3 و5 ايام؟ هقول لك لا، ده مش كورس علاج لازم أوي. لكن طول ما الزغطه بدات تتحسن بس لسه موجوده، نكمل يومين ل3 ايام. يبقى اذا انا عندي كده بريمبرين، عندي نيورازين، عندي مصر ريلاكسنت. دي اخر حاجه في الروشته اللي هو الباكلوفين. الباكلوفين الجرعه المعتاده اللي بشتغل بيها هي من 10 ل 20 مللي جرام. عاده بنشتغل بتركيز 10 3 مرات يوميا. غالبا بفضل الله الزغطه بتتحسن بعد اول جرعه او جرعتين، والحاله بتتحسن كتير. ده كان تسجيلنا النهارده باختصار، وجزاكم الله خيرا على الاستماع.